عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على 10 اكلات اقتصاديه لو مشيتي عليها هتوفر معاكي كتير جدا جدا جدا. وده طلب بنوته معايا في الكومنتات، قالت لي ان هي عايزه اكلات اقتصاديه عشان تمشي بيها بقيه الاسبوع. ما اكيد مش هنعمل كل يوم فراخ ولحمه، يعني الظروف مش مستحمله. فالنهارده هقولك على اكلات اقتصاديه ممكن تعمليها وتمشي بيها يومك، زي ما بيقولوا كده يوم هيعدي وخلاص. فهاتي بقى ورقه وقلم واكتبي ورايا. لو عايزيني برضو اعمل لك جدول للاكل بتاع كل اسبوع برضو قولولي في الكومنتات وانا عنيا ليكم. فالنهارده بقى هنتكلم عن اكلات اقتصاديه ومش مكلفه، وصدقيني يعني هتقضي اليوم وخلاص. تمام. طيب. وطبعا اكيد انتوا شاطرين وكل واحد عارفه الطريقه بتاعت كل اكله انا هقولها. لو انت لسه مثلا متجوزه جديد وما تعرفيش تعملي اكل، ممكن تجيبي الطريقه على اليوتيوب، في فيديوهات كتير جدا. انا عن نفسي اول لما اتجوزت ما كنتش بعرف اعمل اي اكل خالص، بس كنت بتعلم من اليوتيوب الصراحه. ما كنتش بسال حد، لا كنت بجيب الفيديو على اليوتيوب وبمشي على خطوات، مره تنجح مره تفشل لغايه لما اتعلمتها وبقيت بعملها حلو. فيلا بينا بقى نقول على اكلات اقتصاديه لو مشيتي عليها توفر معاكي كتير. وده طلب بنوته معايا في الكومنتات. اول اكله معايا واول اكله كلنا بنحبها وكلنا بنحب نعملها، بالذات بقى ان احنا في الشتاء وده الوقت بتاعها اصلا. اول لما الدنيا بتشتي على طول بنعمل ايه؟ ايوه، هو اللي جه في دماغي كده، الاكله المشهوره بتاعت كل ام مصريه او كل ست مصريه لما الجو يشتي او لما الدنيا تسقع شويه، وهو العدس الاصفر. العدس الاصفر دي من اكتر الحاجات، او كل بيت مصري هتلاقي الدنيا بتشتي النهارده عاملين اكل ايه؟ عاملين عدس اصفر. فاول حاجه اكله اقتصاديه العدس الاصفر، وكمان مغذيه وكمان مفيده جدا جدا جدا. وعايزه اقول لك كمان على حاجه، لازم تعودي اولادك او تعودي اطفالك من هم صغيرين ان هم ياكلوا كل حاجه ويتعودوا على كل الاكل. مفيش حاجه اسمها اصل انا اولادي مش بياكلوا الاكل ده، لا. طول ما انت معوديهم على الاكل ده، مش كل يوم هتعملي فراخ ولحمه، يعني لازم تعوديهم ان مره كده ومره كده. فمن صغرهم تعوديهم على الحاجه دي، وتعوديهم دايما ان هم يكونوا مقتنعين باي حاجه انت تعمليها. فاول حاجه الاكله الرسميه بتاعت كل ست مصريه وهو العدس الاصفر، وطريقته سهله جدا جدا جدا، وتقدري تجيبيها على اليوتيوب لو انت ما بتعرفيش الطريقه. تاني اكله معانا وبرده اكله من كلنا بنحبها، وهي العدس اللي بجبه، اللي هو لونه بني ده. كلنا بنحبها الاكله دي، وانا الاكله دي بعشقها. وعايزه اقولك مش غاليه واقتصاديه جدا جدا جدا، وممكن اي واحده تعملها عادي. طيب، وممكن بقى لو جنبيها طبق بتنجان مخلل او طبق بتنجان او طبق مخلل او بصل يا ستي، او مثلا تاكليها لوحدها مش هتفرق. بس بجد 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 بتبقى اكله حلوه جدا 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 جدا، وكمان بتخليكي تاكليه. تمام. تالت اكله معانا بقى وهو الكشري المصري. كلنا بنعشق الكشري المصري، مفيش واحده فينا او حد فينا ما بيحبش الكشري المصري بالدقه وبالشطه والحاجات الحلوه دي. طيب، ايه هو يعني الاكله يعني بجد طعمها حلو جدا 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 جدا، وبترمي معاكي كتير. لو مثلا عملتي مثلا من كل حاجه نص كوبايه بجد هيكفيكي وهيشبعكوا جدا جدا انت والبيت كله اصلا. فهي اكله حلوه جدا جدا جدا. الاكله اللي وراها وهي الكشري المصري، اللي هو الرز والعدس الاصفر، وجنبيه كده بيض وبطاطس محمره، بتبقى اكله حلوه جدا 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 وطعمها كمان جميل. طبعا كل الاكل اللي انا بقوله ده اكيد انتوا عارفينه، بس انا بديكم افكار علشان تركزوا معايا كده. طيب، الاكله اللي وراها وهي ايه؟ الاكله اللي وراها وهي بقى الاكل اللي هو اسمه الشعبي، اللي هو الفول بالطماطم والجبنه القديمه والبتنجان والجرجير والسلطه والمخلل. برضو الاكله دي موفره ومش مكلفه، واكله كلنا بنحبها، وكلنا يعني لما بنلاقي الاكله دي اصلا بنقعد ناكلها من كتر ما هي بتفتح نفسنا على الاكل اصلا، من كتر ما هي حلوه. تمام. طيب، هنيجي بقى نتكلم على الاكله اللي وراها، وبرده وهي اسمه الشكشوكه، نسيتها معلش. الشكشوكه اللي هي بالبيض دي كلنا طبعا بنحبها. وانت بقى لو معاكي فلوس شويه وعايزه تروقي على نفسك، ممكن تجيبي لانشون، بسطرمه، جبنه تركي وتحطيها فوقيها، بتدي طعم تحفه 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 تحفه. وكمان اكله تشبع واكله مفيده جدا، البيض كله كالسيوم على فكره.
وبس كده. ودي الافكار الاكل اللي انا قدرت اجمعها لكم. لو عايزين اعمل لكم جدول للاكل قولوا لي في الكومنتات. ويا جماعه لو بتستفادوا مني يا ريت تقولوا لي في الكومنتات علشان افضل انزل فيديوهات على طول، وعشان انا اصلا بحبكم وبحب اتكلم معاكم. فلو عندك اي سؤال سيبوه لي في الكومنتات.